ثلاثة بونت مهمين جدا. راح من الزمالك برضو 3 بونت. جماهير الزمالك بتكلف فريقها 3 بونت بعد الهزيمه الثانيه من هو نادي الزمالك كان تعادل مع حرس الحدود، ولكن يعني دخول الجمهور، وكان في لائحه النهارده لجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين كان ليها اجتماع وقررت النهارده خصم 3 بونت من نادي الزمالك زي ما اللائحه بتقول، وتغريم الكابتن حلمي طولان 15,000 جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الزمالك. وبرضه قررت لجنه ايضا تغريم اللاعب احمد رؤوف لاعب نادي الاهلي 2000 جنيه لتبديله الرقم الخاص به على قميص فريقه في مباريات الرجاء الاخيره. تم ايقاف محمود صالح المدير الفني لفريق المنيا مباراه لنزوله ارض الملعب بدون اذن. دي صوره لميدو مع دومينيك في احد فنادق 6 اكتوبر. دي صوره طازه، اعتقد ان دي صوره يعني طازه جدا. اعتقد ان ميدو بقى هيحط دماغه ويقعد يشتغل على دومينيك ده نفسي، هيحسسه ان هو بطل ابطال العالم. انا حافظه يعني، اكيد هيشتغل معاه نفسي وهيقعد ويتكلم معاه، واكيد هيهيئه، واكيد هيبقى عنده الروح ان هو يظهره بسرعه، بس مش هيقدر يظهره او يشتغل بيه غير وهو جاهز، لان زي ما بقول لكم ده تحدي كبير جدا. وان شاء الله باذن الله برضو كل التوفيق لدومينيك.